ومن ناصره واهتدى بهداه، استجابة لدعوة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لهذه الوقفة الاحتجاجية على ما تتعرض له مقدسات المسلمين. إحراق المصحف في السويد، وتمزيق المصحف في قرى نابلس، واقتحام مخيم جنين، والاعتداء على مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ليس صراعا سياسيا وليس خلافا أيديولوجيا وليست تيارات وفرق وأحزاب، إنما نتحدث عن مقدسات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، نحن جميعا قد تألمنا ألما شديدا بما يحدث لأمتنا من العدوان على أقدس مقدساتنا. فقبل سنوات كان هناك العدوان على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال الرسوم المسيئة، ثم بعد ذلك واليوم وقبل أيام أيضا، بل تتكرر بين حين وأخرى محاولات بل حرق القرآن الكريم أكثر من مرة في دولة السويد. وكذلك كما سمعنا وكما شهدنا ما حدث من عدوان سافر من عدونا المحتل الصهيوني في القدس الشريف وفي الأقصى، وجرائمه الأخيرة التي ذكرها أخي الحبيب رئيس هيئة فلسطين، كما بين معظم الجرائم فضيلة أخي الحبيب الأستاذ الدكتور محمد الصغير رئيس هيئة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والعضو ونصرة العالمية أو هيئة العالمية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخي دكتور جمال الدين. وقبل ذلك وقبل هذا الاجتماع أيها الإخوة الأحبة، كان هناك تداول وتناقش بين معظم علماء الأمة ومؤسساتهم. تمخضت هذه المحاولات وهذه المناقشات وهذه الحوارات على ما يأتي. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذه الإهانات هي في حقيقتها موجهة نحو أمتنا الإسلامية، وهي رسائل واضحة إلى هذه الأمة بأنها من ضعفها لا تستطيع أن تعمل الكثير، ولكنهم خابوا وخسئوا. فهذه الأمة حية دائما بحكامها أيضا، ولكن بشعوبها وعلمائها، وأنها لن تركع ولن تسجد إلا لله سبحانه وتعالى. وبناء على أن هذه الإهانات موجهة إلى الأمة، فإن علماء الأمة الربانيين ومؤسساتهم قد اتفقوا على أن ينتقلوا ويرتقوا من دائرة التنديد والاستنكار إلى دائرة الخطوات العملية التي سنشرحها. رسالتنا الأولى إلى منظمة التعاون الإسلامي وإلى الحكومات الإسلامية، رسالتنا الأولى إلى منظمة التعاون الإسلامي وإلى حكوماتنا الإسلامية جمعاء أن تتحركوا من دائرة التنديد إلى الخطوات العملية المتمثلة بالخطوة الأولى في البدء بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع هذه الحكومة، حكومة السويد، وأية حكومة تسول نفسها للاعتداء على مقدساتنا.
وكذلك الخطوة الثانية المطلوبة من حكامنا ومن منظمة التعاون الإسلامي أن تتجه نحو إصدار الأوامر الفعلية بالمقاطعة الاقتصادية. فهاتان الخطوتان إذا تم اتخاذهما فسيكون لهما آثار كبيرة، ويكون ذلك دعما للتوجه الشعبي الذي بدأ يغلي ويتحرك ويريد أن يعمل كل شيء في سبيل الحفاظ على مقدساتنا التي نعتز بها، وهي كما قلنا وإلى الإهانات التي وجهت إلينا. الرسالة الثانية إلى الحركات الإسلامية وكذلك إلى السياسيين والبرلمانيين في العالم الإسلامي، نوجه إليهم الدعوة للعمل والحراك والتحرك بكل الوسائل، وبخاصة الوسائل القانونية، وعرض ذلك على المحاكم الدولية لاتخاذ قرار مناسب بتجريم ازدراء الأديان وبإهانة مقدسات الأديان كلها، وبخاصة إلى مقدساتنا الإسلامية التي تنتهك ليلا ونهارا مع الأسف الشديد. ورسالتنا الثالثة إلى أمتنا الإسلامية جمعاء أن تتحرك وتنهض وتقوم بواجباتها نحو قضاياها الكبرى، نحو القرآن الكريم ونحو النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله، ونحو مقدساتنا في الأقصى وفي كل مكان، وحماية دماء أبنائنا الذين يدافعون عن حقوقهم الشرعية والقانونية حتى حسب قرارات الأمم المتحدة. فيجب على أمتنا أن تتحرك نحو التفعيل والتفاعل مع هذه القضايا، ولا تكتفي بمجرد الأمور الخاصة أو بالتنديد وحتى بالمظاهرات. الرسالة الرابعة إلى علماء الأمة ودعاتها وخطبائها بأن يقوموا بواجبهم الذي أوجبهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا ورثة الأنبياء. فهذه الوراثة ليست في التبليغ فقط، وإنما في كل ما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحلى به سوى قضية الوحي. فهذه الوراثة مطلوبة أن يقوم العلماء بإحيائها، وليس هناك شيء أهم مما نحن نعاني منه في هذا الظرف العصيب، بأن يقوموا بأن ينهضوا بهذه الأمة حتى تقوم بواجباتها. رسالتنا الخامسة إلى الأقلية المسلمة في السويد وفي أوروبا وفي غيرها بأن يقوموا بواجبهم في التظاهر السلمي الحضاري، وفي الاستفادة من القوانين والمحاكم الموجودة، وحتى من محكمة الاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الوسائل المؤثرة، بأن لا يسكتوا وأن لا يستسلموا كذلك لما يفرض عليهم، فهذا من حقوقهم الأساسية التي المفروض أن تكفل لهم الدساتير التي يتشدق بالحرية غير هؤلاء الذين يقومون بإهانة المسلمين مع الأسف الشديد. فلذلك واجب الأقلية أيضا مهم جدا أن يقوموا بواجبهم نحو هذه القضايا، ولكن بالحكمة والأساليب القانونية، بالإضافة إلى الاستفادة والتعاون مع جميع من يتعاون من المسلمين. فهؤلاء ليسوا سواء، حتى الكنائس ليس سواء، وحتى هؤلاء الذين يعتدون أو هؤلاء البلاد ليست سواسية. فعلينا أن نستفيد من كل من يتعاون مع الإسلام والمسلمين أو مع الحق مهما كان ذلك. الرسالة الأخيرة إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية. فأسست منظمة الأمم المتحدة
لحماية السلم والعدل الدوليين. هل هناك شيء الآن أشد على المسلمين من الإهانة إلى مقدساتهم؟ وأن هذا سيكون ويخلق ويصنع الإرهاب ويشكل الكراهية التي دائما تدافع عنها الأمم المتحدة. فلذلك نوجه رسالتنا باسم علماء المسلمين إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بأن تجعل ذلك ضمن برنامجها، وأن تصدر في ذلك قانونا بتجريم الازدراء إلى الأديان وبإهانة مقدسات أي دين، وبخاصة مقدسات الإسلام والمسلمين. هذه هي رسائلنا أيها الإخوة الكرام. ونختم بأنه يجب علينا نحن المسلمين أن لا نكتفي بهذه البيانات، وأن نستمر حتى يتحقق الهدف المنشود بإذن الله تعالى، لأن هؤلاء يعتمدون ويقولون بأن المسلمين سوف يسكتون، سوف يتركون. لا يجوز لنا شرعا أن نترك مثل هذه الأمور أو أن نسكت عنها، بل يجب علينا العمل ويجب علينا الجهاد، حتى جهاد بالمعنى الشامل، حتى تتحقق هذه الأهداف المنشودة بإذن الله تعالى. وفي الختام لا يسعنا جميعا إلا أن نقدم الشكر الجزيل والثناء العاطر لتركيا حكومة وشعبا، وبخاصة للرئيس أردوغان لمواقفه المشرفة لقضايا الإسلام، وبخاصة في هذه القضية الأساسية. وكذلك الشكر موصول أيها الإخوة الكرام للشؤون الدينية لتعاونها معنا دائما ولترتيب هذه المسألة، كما الشكر والثناء لإخواننا الكرام الإعلاميين الذين تجشموا العناء حتى يحققوا ويعلنوا ويوصلوا هذه الأخبار وهذه الرسائل إلى العالم أجمع. جزاكم الله خيرا، والشكر كذلك لجميع من حضر، والشكر والثناء والدعاء لكل من يعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.